السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سأريكم وصفتين. الوصفة الأولى هي لعلاج تشقق الشفتين. كما نعرف في فصل البرد نعاني من تشقق الشفتين بكثرة، كذلك جفاف الشفتين، وكذلك تساعد على تفتيح لون الشفتين، وممكن أن نضيف إليها كذلك قطرات من الليمون الحامض أي الحامض. أما بالنسبة للوصفة الثانية فهي وصفة رائعة تغذي الشفتين وتغذي الفم بالعديد من الفيتامينات، كذلك تكسبنا لون رائع، لون وردي. أترككم مع مكونات وطريقة تحضير الوصفتين، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. وإذا أعجبتكم وصفاتي فالمرجو وضع تعليق لتشجيعنا على إعطاء المزيد، وكذلك لايك للفيديو إذا أعجبكم طبعا. أترككم مع المكونات. سنحتاج إلى ملعقة من العسل الطبيعي طبعا. أنا هنا قمت باستعمال عسل البرتقال. المكون الثاني لدينا زيت، يمكن استعمال أي زيت موجود لديكم. يستحسن استعمال زيت الكوك أو زيت جوز الهند، لكن ممكن استعمال زيت الزنجلان أو زيت السمسم أو زيت اللوز، يعني أي زيت متوفر لديكم. كذلك ممكن استعمال زيت الزيتون. وسنحتاج إلى ملعقتين من السكر الخشن. بسم الله على بركة الله. نأخذ السكر، نقوم بإضافة الزيت، ثم نضيف العسل. بعد ذلك نقوم بمزج السكر مع العسل والزيت جيدا. إذا نأخذ هذه المكونات، السكر والمكونات المتبقية، نقوم بوضعها على الفم أو الشفتين، ثم نقوم بعمل حركات دائرية بهذا الشكل لكي نساعد على تقشير الفم، كذلك إزالة القشرة، وتعطينا رطوبة رائعة. مدة استعمال هذه الوصفة مرة أو مرتين بالأسبوع حسب تضرر الشفتين. وعندما نأخذ الوصفة لا يجب أن نضغط كثيرا لكي لا نؤذي بشرة الفم. ثم نمر الآن لرؤية مكونات الوصفة الثانية. إذن سنحتاج إلى جزرة واحدة حجم صغير. هنا لدينا البربة أو الشمندر أو البنجر، الاسم يبقى حسب الدولة، كذلك صغيرة لأننا سنحتاج إلى كمية صغيرة. ثم لدينا هنا الرمان. إذن على بركة الله في الخلاط الكهربائي نضع الجزر، البنجر أو الشمندر، ثم نضع الرمان، ثم نمزج كل المكونات. بسم الله. بعد أن يطحن نضعه في مصفاة ونصفيه بحيث نحصل فقط على الماء. إذن ها هي نتيجة الوصفة النهائية. نأخذ القطن ثم نضعه في الوصفة بهذا الشكل، ونضعه على الشفتين أو الفم، ونتركه إلى الصباح، يعني نترك الوصفة ليلة كاملة، ثم تستعمل كل ليلة. إذا كنتم تعانون من لون داكن في الفم فستتخلصون من فضل هذه الوصفتين، الوصفة الأولى والوصفة الثانية. أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم، وإذا أعجبتكم فلا تنسوا وضع تعليق لتشجيعنا على الاستمرار، كذلك لا تنسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد. وبالنسبة للوصفة المتبقية، هذا الماء المتبقي فممكن الاحتفاظ به لمدة 4 أيام، يعني نحضر الكمية التي سنقوم باستعمالها ل4 مرات. أما بالنسبة لهذه الوصفة فنستعمل الكمية التي سنستعملها فقط لمرة واحدة. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.